السلام عليكم، كيف حالكم نياتي؟ شنو اموركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم بنكملوا وصفة الغريبة اللي درناها امس لايف. فيديو يا بنات، باش ما تسألونيش وين الطريقة. شوفوا الفيديوهات تلقوها متاع امس، فتحت بها لايف ونزلت المقادير والطريقة، واليوم بإذن الله راح نطيبوها مع بعض. هنا نط الصبح توكلت على الله وسبكتها كويس كويس. طبعا اللي يقول لي يا قبل حلومة دقيقها شوية، لا، هيك الغريبة تجيك تدوب دوبان في الفم، ما تجيش فيها القرميشة زي ما نقولك الصعبة اللي مش حلوة بصراحة، تبدأ زي البشكوتي، لا، هيك تجيك أول ما تاخدي منها ديك الفيم تدوب في فمك تبارك الله. اخديت شوية ونبدأ نسبك فيها بالطريقة هذه. اللي ما يبيهاش رطبة هو حر، يعني يزيد دقيق، لكن ما يقولش بلا حلومة درتها هيك. خلاص نسبكوها كويس وبعدين نكركبوها. طبعا بكف الايد، اسبكيها بكف ايدك وبعدين كركبيها وحطيها في الطاجين. طبعا يا بنات حطوا لها روح اللوز، حطوا شوية روح اللوز، أنا آمس نسيت ما حطيتش. اللي يحب روح اللوز وعنده يحط، واللي ما عندهاش وما يحبهاش مش ضروري. وبعدين حطيت شوية لوز في عطر ورشقتها باللوز وحطيتها طبعا سخنت الكوشة، فتحت عليها من فوق قبل، خليتها تسخن كويس كويس كويس. وبعد ما حطيتها في الطاجين حطيتها هي لولا في الرف النصي، نين تشققت معاي، وبعدين طفيت من فوق وفتحت من اللوطة، تحمرت شوية ما تخلوهاش تنحرق، وبعدين طفوا من اللوطة وافتحوا من فوق تكمل تطيبها تتحمر. يعني الكوشة صهدتها لي شوية بصراحة، لكن الحمد لله مش كلها طريفات بس، وتشققت وجدت تبارك الله. وأول عام نديرها صغيرة، عادة نحب أني الغريبة متاعي تبدأ زي العبمبرة هيك كبيرة، تبدأ تبارك الله. العام هذا كله صغير مقرود صغير، الغريبة صغيرة. يلا كل عام والجميع بخير إن شاء الله، ربي يهنينا، وإن شاء الله العقبة داير، وإن شاء الله ربي ديما ملمومين على الخير وديما فرحانين، وما يحرم مؤمن إن شاء الله من فرحة العيد يا ربي يا مولاي. خلاص وبعدين خليها تبرد، راك تغميها وهي سخونة يا بنات، الدباكم جوا تغموها وهي سخونة، لازم تبرد. وإن شاء الله بإذن الله نحاول نحط وصفات إن شاء الله سهلة ومتناول الجميع وما فيها صعوبة للبنيات، ونتلاقوا إن شاء الله في وصفة جديدة مع بلا حلومة كيتشن، وسليمتكم.